السلام عليكم غالياتي، بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. نتمنى تكونوا كامل بخير خياتي وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع نهار اليوم. نتمنى لا فيديو تلقاكم بكل صحة وعافية يا رب. جيتكم اليوم فيديو جديد، فيديو تحفيزي 100%. غيرت المطبخ تاعي في السكن الوظيفي 180 درجة، وصراحة صدمتني النتيجة. كانت واو واو، يعني ما شاء الله. فقط خياتي، قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم، ديروا جيم لا فيديو باش يطلع ناس كامل تشوفوا وتعاهم الفائده. ونبداو على بركه الله. بسم الله. هنا خياتي كنت استعنت بالزوج تاعي لانه انا راني ثاقبه بزاف في الحيط، ودايره لي زيطاجور في الحيط، يعني ثاقبه بزاف. لازم يعاوني الزوج تاعي. وبعد ما كنت درت نهار ما قبل الميناج، يدي هذيك يدي اليمنى وصباحتية والله غير صبحوا في حالة ما قدرش نحكم حتى تورنوفيس. دونك كثر خير الزوج الكريم هو اللي عاوني. نحينا هذو هما الوالا، كنت مبلاصيه حوالي 12 وحده كيما هكذا. دونك ساعدني هو ونحاهم معايا. ولوزمون نهار تاع اليوم جا مشمس. جينيرالمون البرد اللي عامات اللي فاتو كانوا بزاف باردين، نهار تاع اليوم جات الشميسه غير تاع شونجمون دو لوك. بون نصح البنات اللي كامل عندهم جاتهم ليدي باش يبدلوا، ونقول لهم غير اونجاجيو في ليدي باسكو فريمون روعه. ونديري با بلي راكم دايرين كاغط تاع لاصق في الحيط، ونديري صح فايونس. وكاين اشكال والوان. انا نشيت من عند واحد الشركه اللي كانوا داروا لي توصيل حتى للمنزل، وانتم تحبوا تروحوا تشوفوا بعينيكم في المحل، خير وخير. ليسونسيال انني يعني ريسكيت وشريتهم غير من واحد لاباج، يعني ما شفتش قدام عيني، مي كنت شفت في الصفحات وشفت الرأي تاع الناس والتعليقات الإيجابية والإقبال الكبير على هذه الملصقات. بون كما قلت لكم انايا كي ندخل يعني ما سكن وظيفي ما عنديش لي زيليمون ولا قش كبير في الكوزينه، دونك نحاول اني نثقب ونخدم دي زيتاجور غير بالزداج، نحط عليهم الديكور تاعي، نحط عليهم اشياء. راكم عارفين حالة الراحة، يعني حالة الرحلات كي ما يكونش عندك السكن تاعك، دونك تضطري انك تخلقي بعض الاشياء باش تسيقلي الحالة. هنا بقى لنا المشكل تاع الماء. انا باش نغلفوا حنا الجهة هذه لازم هاد لي تويو نتخلصوا منهم، دونك لازم نحو كامل السبابيل. دونك كورفي كبير من التغلف تاع الحيط، لقينا رواحنا في السبابيل تاع الماء، نحاهم راجلي كامل من الحيط في زوج باش قدرنا غلفنا تحتهم. سينو انا قلت له خليهم ونغلفوا زعما كي نلقوا فما نقطعوا، وهو قال لي راح يجي الديكور صامت. دونك بالعافره باش نحيناهم. فوالا هنا كنت رحت كوبيت الماء، بقى يصير حاجه قليله برك. هذا الماء اللي قاعد في التياوات ودوك يحبس. فكرة تاع التغليف هذه كانت عندي من العام الماضي. كنت متمنية اني نبدل الديكور تاع الكوزينة تاعي، لانه الفايونس هذا نفسه كاين في الصال دو بان ونفسه كاين حاشاكم في التواليت، وتقلقت منه فريمون ماهوش اصلا تاع كوزينة. كنت كل ما نشوف الغلاف هذا يخرج لي في الصفحات وتاع في الفيسبوك نتشوق اني نديرو، ولكن كنت متخوفة بزاف منه. ولكن هذا العام قلت لازم ندير التغيير في شهر شعبان، ولمسة صغيرة فقط. واخترت انا هذا تاع الرولو لانه يستقى بموان شاغ. كاين تاع المربعات الصغار 16 مربع ب165 ألف. هذا 10 مترات على 45 سنتيم، يعني تاع 10 مترات طول و45 سنتيم عرض ب120 ألف. يعني واش جاب. صح انا نتفق معكم على انه لا كاليتي بالك الاخرى خير، والبسكو الدراهم ما يكذبوش. بصح الوحده يعني السكن ماهوش تاعها كاريه ولا ساكنه في سكن وظيفي، والمهم السكنه المشتركه يعني ما تخسرش عليها دراهم كبار، تروح تشري هاد العشر مترات ب120 ألف. انا تمنيت يعني لو كان جات داري نتمنى دائما ندير كوزينه ايكيبي، كلشي كيف كلشي مع بعض، مبلي الله الله ما شاء الله.
ولكن الظروف تحتمنا بعض الأحيان أنه نديرو الأمور كيما هذه، ولكن ما نديروش حاجة غالية، حاجة معقولة، ما نبقاوش في القديم، لازم نغيروا باش النفسية تتجدد. وسورتو شهر رمضان، احنا النساء الجزائريات معروفين بالميناج، معروفين نوجدوا التوابل، نوجدوا هذه بيان سور بعد العباد، بعد العبادات، يعني لازم ثاني نعطيو حق للعبادات، نصوموا في شهر شعبان، نولفوا رواحنا بالصيام، وايضا نولفوا ونعلموا وليداتنا فضل الصيام وفضل شهر رمضان. وشعبان انا جو بريفير نلتها بداري وبوليداتي خير من نلتها بالقيل والقال والمشاكل والفتنه الى غير ذلك. انا نقول اي وحده سورتو اللي تشاهد القنوات على اليوتيوب، ونقول لكم ما تتخلعوش يعني في تقولوا احنا ماناش عايشين وماناش عايشين كيما هذو اللي عندهم قنوات في اليوتيوب الى غير ذلك. نقول لهم ما تقارنوش، يعني لا للمقارنه. كاين اللي بالك عندها قناه في اليوتيوب تدي منها بقرة وبنتها شهريا ولا يوميا ولا اسبوعيا تاع دراهم، دونك لا مجال للمقارنه. فهمتوني؟ الرضا والقناعه بالشي اللي عندنا، بالشي اللي كتبونا ربي سبحانه. والرضا والقناعه كنز لا يفنى. معناتها الانسان كي يكون قانع بالشي اللي عطاه له ربي ما كان لا يقارن روحه، لان احنا ما نعرفوش واش كاين ما وراء الجدران، ما نعرفوش واش كاين كحقائق. هاد الناس اللي عندهم قنوات على اليوتيوب وديارهم قشر لها الله واشياء 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 واشياء، هنا لما نخلع ما نصدم، لانه نكون قانعه بالشي اللي راه عندي. وحتى انا لو كان جاو عندي دراهم كون دايره ما خير، والدراهم هما عباره عن رزق، وربي هو اللي يقسم الرزق، ماناش حنا اللي نقسموا الارزاق. دونك ما نقارنش روحي. نحب ندير تغيير، ندير تغيير بسيط اللي يكون انا حبته، ماشي نعاند القنوات على اليوتيوب ولا نعاند النساء ولا نعاند حاجه انا اللي بغيتها وانا اللي متبنيتها وانا اللي حاب نديرها، ونديرها كتغيير في المنزل تاعي ولا في حياتي. تركيب هذا الغلاف ساهل 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 جدا، وحدك تقدري تغلف فيه. فقط كنت قلت لكم بلي انا كانت يدي اليمنى في حاله، لانه درت الميناج واستعملت لي برودوي، وللاسف ما درتش لي كون. عندي صباحتي 3 راهم في حاله ما قدرت ندير حتى حاجه. دونك حبيت نفهمكم بلي هو سي تري فاسيل افير. جوست الحيط تاعكم لازم تكونوا غاسلينه مليح من اليدام، غاسلينه من كلش، وايضا تغسلوه بيان ويكونش ما يكونش مشمخ، يكون ناشف وما يكونش فيه هذاك البياض اللي يبقى كي نغسلو كي نديرو الايزيس ولا نديرو الصابون ولا نديرو لي برودوي، تبقى واحد البيوضيه باهكه هكا فوق الفايونس. دونك هذيك نحيوها، ما نديروها. هذيك نحيوها، نمسحوها بكتانه تكون نظيفه ولا بطرف قماش ولا بونجا ولا سربيته، ولا نمسحوها قبل ما نبلاصيو الكاغ تاعنا، لانه الكاغ هذا لازم يلصق جوست فوق الحبه تاع الفايونس، ما تكونش كاين البوسيير ولا بقايا زياده اي حاجه ما تقبلهاش، ما يجيكش املس. لازم باش يجيك املس ويجيك قد لازم تكون تحت هذا اسمه اللاصق هذا، ما يكون كاين والو، ما يكون كاين حتى حاجه تخليش هذيك الكولا باش تلصق. وايضا راجلي يعاوني باسكو انا تشوفوا العرض تاع الفايونس تاعي عالي بزاف، واش جاب الجاب. تشوفوا كاين اللي عندهم غير حوالي 45-50 سنتيم في العرض، ولكن انا شوفوا شحال العرض عريض بزاف، في حوالي 1.5 متر 2 مترات غير عرض بلا طول. دونك استعنت بالزوج صراحه، وهنا هو راه يخدم في الجهه الاخرى وانا راني بكتانه طرف قماش ولا بسربيته، ديريها في ماء يغلي وتفوتي كامل عليهم. علاش؟ باش تحفتي هذيك الكولا تزيد تلصق اكثر واكثر. هو راه يلصق في هذه الجهه، وقلت لكم انا راني نفوت عليهم بسربيته مشمخه بماء يكون دافي، يكون سخون بزاف عفوا، وتكون معصوره. هنا بينت لكم باللي اي وحده تقدر تستعمله، يعني درت انايا وحدي تفيكسيه من الفوق فقط بشكل يعني شكل يكون مستقيم، ما يكونش عوج، وتهبطي باليد اليسرى وتضغطي باليد اليمنى
بهذيك سربيتة اللي فيها الماء سخون، وتعصريها بيان سور وتهبطي من تحت. ها ما في حتى تعبة، ساهل باهل. ومن تحت اذا بقالك زايد راكي تقصيه، يعني تنحي الزوائد. هذه هنا درت هكذا، ومن بعد بقالي هذوك الفيد اللي بلهيه لازم ثاني نغطيه. حكمت وحده قسمتها على زوج، ولا كانوا عندي بقايا هنا نورمالمون كانوا عندي بقايا. شفت البقايا اللي يقدروا يجوا في هذا الكوان ودرتهم. البنات لحقوا الفيديو لحد ساعة يصليوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكملوا الفيديو. واللي ما دارتش جام نقولها ديري جام حبيبتي الغالية، لتعم الفائدة. حبيت فقط نشارككم تجربتي كي بدلت المطبخ تاعي في السكن الوظيفي كيفاش كانت النتيجة، وفرحت بها بزاف بزاف. حسيت انه تغيير جذري، سورتو كي شاركني فيها الزوج ربي يحفظه. حسيت صح بلي فريمون كان كاين عمل في المنزل يعني. عاود فوت عليها بكت انا مشمخه ولا بسربيته ولا ميهمش، المهم تكون مشمخه وسخونه باش تثبت هذيك الكولا. هنا بعد ما كملت الجهه هذه بديت نركب في الاشياء. ركبت هنا السله تاع الماء اللي انايا ما نحطهاش فوق البوطاجي، معلقتها هكا باش ما تديريش ليسباس فوق البوطاجي. هذا الجزء الاول فقط، يعني شاركت معكم اليوم جزء فقط. والمره الجايه ان شاء الله راح نشارك معكم الجزء الثاني اللي راح نكمل فيه تغليف البوطاجي. راح نغلف البوطاجي ايضا بغلاف روعه، وراح يزيد يعني الاضاءه اكثر واكثر، وراح يخرج مع هذا الغلاف تاع الفايونس. هذه الجزء الاول فقط من تغيير المطبخ تاعي اللي كان في الفايونس. شوفوا جا ما شاء الله روعه. عجبني هذاك الجون موطارد، جا ما شاء الله يتكاسى مع كامل لي كولور. وفريمون كي الدخله تاعي كي دخلت للكوزينه اون ديري با راني في الكوزينه تاعي. فرحت بزاف ابسط الامور. هنا كنت شريت دورولو تاع 10 مترات